يا جماعة، في سر خطير الكثير من الناس لا ينتبهون له. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. انتبه، الشيطان ما يقدر يمنع رزقك أو يوقف أجلك أو يوقف نصيبك، ما يقدر. ماذا يستطيع الشيطان أن يفعل؟ أن يزرع بداخلك الحزن والاكتئاب. طيب كيف؟ يحاول يزرع الحزن بداخلك، فإذا زرع الحزن بداخلك ضعف إيمانك، وإذا ضعف إيمانك أنت وش بصير؟ يضعف عملك. طيب وإذا ضعف عملك أصبحت فريسة سهلة للشيطان. هنا يبدأ يهمس في إذنك ويقول، يوسوس لك الشيطان: ضعف عملك، أنت أصبحت فريسة سهلة. وش يقول لك الشيطان هنا؟ أنت مالك قيمة، أنت ما في أحد يحبك، أنت مالك مستقبل. يبث لك هذه الأفكار. لكن أنت هنا تذكر قول الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. يعني تمسك بذكر الله سبحانه وتعالى، وتذكر دائما لو مهما حزنت وجالك حزن فجأة، تذكر أنك أنت الأعلى من هذا الشيطان. وتذكر لو مهما فجأة أنت الحين الخطة، فجأة جالك الحزن، كآبة، أفكار سوداء من غير سبب، صار عندك ضعف همة، أنت هنا وش تسوي؟ لا تقول لا والله هذا ممكن الحزن وأنا فيني حالة نفسية، لا لا لا، هنا أنت أعلى من الشيطان. أنت هنا يجب أن تذكر الله سبحانه وتعالى. ماذا تقول الله سبحانه وتعالى؟ ماذا يقول؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اذكر الله سبحانه وتعالى والجأ لله سبحانه وتعالى، قوي إيمانك بذكر الله سبحانه وتعالى. لذلك هذا سبب خطير جدا، وهو أن الشيطان يحاول قدر الإمكان يبث لك أفكار سلبية وشيطانية لكي يبعدك عن الله سبحانه وتعالى ويضعف عزيمتك في الحزن والاكتئاب. لذلك اذكر الله سبحانه وتعالى، وتذكر أن بعد كل عسر يسر، وبعد كل ظلام فجر. إذا استفدت شارك المقطع، فمن دل على خير فله مثل أجر فاعله. السلام عليكم.